صباح الخير وصباح البركة، صباح يوم جديد. جوايا كلمة الرب كلمني فيها النهاردة وحابب أشارككم بيها. يمكن ليك وقت مش شغال، ليك وقت مش مفعل، شهور خلاص احنا في شهر 11 والرب بيتكلم على الشهر ده، يمكن سنين كمان، بس الرب بيكلمك الشهر ده في تفعيل للخدمة، في أصوات بتنادي النهاردة من السماء لكل واحد قاعد بس جواه أشواق إنه يشتغل في كرم الرب، يدخل في عمق جديد وعلاقة جديدة. في إنجيل متى وأصحاح 20 في مثل قاله الرب إنه اتحرك للفعلة في السوق الصبح بدري واختار ناس، وبعدين اتحرك في وقت الظهر واتحرك في الساعة 6، لكن يقول الكتاب في عدد 6 ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما فسألهم وقال لهم لماذا وقفتم هنا طول النهار بطلين؟ عايز أقول لك السؤال ده فرق معايا قوي في حاجتين. الحاجة الأولى واقفين طول الوقت بس عندهم إيمان إنهم هيشتغلوا، وده اللي في قلبي ليك وليكي النهاردة. خلي عندك إيمان إن الرب النهاردة هيشغلك، حتى لو حاسس أو يمكن حتى لو أنت ما عندكش إمكانيات أو في ضغوط عليك شديدة، عشان كده مش مفعل الوقت اللي فات. بس أنا عايز أقولك قالوا له كده لأنه لم يستأجرنا أحد، قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. أخويا وأختي، أقف وما تخافش، كمل في مكانك وصدقني الرب النهاردة بيقولك هتشتغل، هعوضك طول الساعات اللي فاتت اللي انت واقف فيها، هعوضك طول وقت التعب ووقت الحيرة ووقت اللي انت قلت فيه خلاص النهار بيميل بس انا واقف هكمل. وانا عايز اقولك هيعوضك على كل وقت انت كنت واقف فيه، على كل وقت انت كنت تعبان فيه، على كل وقت إبليس بدأ يشتغل على ذهنك ويحاول يقولك مفيش فايدة، انت مش نافع، انت إمكانياتك بسيطة، محدش هيختارك. لكن الرب جاي لك النهاردة حتى لو الساعة 11، حتى لو باقي ساعة واحدة بس على اليوم. الحاجة التانية أنا كنت بصلي وبقول له كده يمكن باقي ساعة واحدة بس على يومي، بس أنا عندي إيمان إني هشتغل فيها. قل له رب أنا عايز أشتغل بكل قلبي، عايز أكون أمين قدامك بكل قلبي في السر وفي العلن، هتحرك معاك يا رب، وأنا عندي إيمان إنك أنت جاي ليا حتى لو الساعة 11. يلا صلي معايا، قل له رب أنا مستعد النهاردة، جوايا أشواق، وأنا واثق إن في تعويض على كل وقت عدى. أنا واثق إنك أنت هتستخدم إمكانياتي الضعيفة، هتستخدم إمكانياتي يمكن بالنسبة للناس ولا حاجة، لكن أنت هتطلقني وهتباركني، هتتدخل في شغلي، هتدخل في أولادي، هتدخل في بيتي. أنا واثق أنك أنت هتيجي بقوة إحياء جديدة، كل قوة الظلم بتنتهي، كل قوة الشر بتنتهي، كل خطط إبليس بتتفشل. اعلن الكلمات دي من كل قلبك وصدق إن الرب جاي لك وبيسألك، ومش مهم إيه السبب، بس أنا عايز أقولك بيختارك النهاردة. هللويا. صباح البركة على حياتكم. آمين.